معانا النهارده يا جماعه بانيو مكسور في اكتر من كسر زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. فتحات كسور، الكسور كبيره كمان. الشروخ دي يعني الشرخ ده مثلا يتعدى 15 سم، والشرخ التاني. عايزين نعرف هنعالج البانيو ده ازاي ونعالج الشروخ دي ازاي بحيث انها تقفل معايا ويمنع تسريب خالص ويرجع كأنه بانيو جديد مع بعضينا. دي فتحة وده شرخ هنعالجه، وده الشرخ كبير وده شرخ كبير تاني زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تمام. هقول لكم دلوقتي على المواد اللي هنستخدمها كلها. هنبدأ على طول طريقة العمل، مش هطول عليكم زي ما احنا متعودين مع بعضينا. هنبدأ نجلخ الصاروخ، نجلخ بالصاروخ ونركب الصاروخ صغير ونركب فيه فرشة تجليخ، فرشة جلخ، ونجلخ البانيو زي ما حضراتكم كده شايفين بالظبط فوق الشروخ دي، ومساحة يعني نغطي المساحة كلها بحيث انه تبقى ايه مية واحدة وايه وبنفس الحجم بنفس الارتفاع ان شاء الله. مش هيبقى فيها ايه اي فواصل او اي حاجة مع بعضهم. زي ما انتم شايفين كده هنفضل نجلخ في البانيو كده. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية عملية تجليخ الشروخ دي كلها. تمام. ونبدأ بقى تجهيز المادة اللي هنستعملها في الشروخ دي وفي لحام الشروخ دي. وحابب انوه برضو انه البانيو ده بانيو اكليريك، والبانيو الاكليريك ده اسلم مادة عشان نستخدمها في علاجه هي مادة البوليستر، الفايبر والبوليستر مع بعض. مادة الفايبر هنفرد مادة الفايبر وهنستخدم فوق منها مادة البوليستر اللي هي تعمل لزق تلزق الفايبر بالاكليريك. مادة البوليستر برضو يا جماعة لازم تعرفوا ان هي مش مادة واحدة اسمها مش بوليستر، تعتبر مش معنى البوليستر يبقى مادة واحدة، لا ده البوليستر مكونة من 3 مواد. ال3 مواد هم بوليستر اوكسايد وكوبالت، ال3 بيتخلطوا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. تمام. بنجهز المادة وبنخلطهم بكميات طبعا مناسبة، وبعد كده هنجيب الفايبر ده عامل زي الشعر، هتشوفوا معايا هو الفايبر ده زي شعر الكتان كده. كتير مننا مر بالمرحلة دي وشاف الفايبر ده. ممكن لو حد عنده عربيته اتخبطت او حاجة وداها الحد بتاع فايبر هيكون شافه، يعني ممكن يكون مر عليه وشافه يعني. فهناخد الفايبر ده ناخد طبقة كده ونفردها مع بعضينا. هنفردها كده وايه نحاول نملى نفرد فوق الشروخ بالذات او نقاط الضعف الموجوده في البانيو كلها، نفرد فوق منها الفايبر ده ونبدا نسقسقه زي ما كده شايفين بالفرشه. نسقسق نشرب ونسقسق الفايبر ده بماده البوليستر واحده واحده كده زي ما انتوا كده ايه شايفين كده بالظبط معايا. تمام. نفرد ونسقسق لغايه ما ايه نسقسق الفايبر اللي موجود ده كله فوق الشروخ الموجوده في البانيو كلها.
هنروح لجزئية تاني، نفرد في حتة تانية زي ما انتوا شايفين كده. اي نقطة ضعف موجودة في البانيو نفرد فوق منها فايبر ونسقسقها بالبوليستر. هي احنا بنقول عليها بوليستر، بس هي برضه زي ما قلت لكم مكونة من 3 اسماء، من 3 مواد، 3 مواد مختلفين. فردنا فوق الجزء التاني زي ما حضراتكم شايفين، ونبدأ برضه نسقسق بالفرشة، دي مادة البوليستر. نسقسق كويس ونملى كل المكان الضعيف وكل المنطقة اللي فيها الشرخ كلها نفردها كلها ونسقسقها. نحاول نستكشف البانيو بالكامل، نشوف اي نقطة ضعيفة حاسين ان هي ضعيفة معرضة للكسر، حتى لو ما كانتش مكسورة حاليا، يعني حاسين ان هي ضعيفة كده وممكن معرضة للكسر ولا للشرخ، نحاول ان احنا نعملها بالمرة معانا وناخدها في طريقنا. نسقسق كويس بحيث ان نملى المكان كله، ما نسيبش اي فراغ في الفايبر. طبعا حضراتكم ممكن تقولوا انه ده عمل طبقة وهيعمل طبقة عالية ومش هتبقى بمستوى. لا حضرتك بعد ما هنخلص ونعمل عملية الصنفرة هتشوف انه البانيو كأنه مية واحدة، مفيش اي فروق فيه. على فكرة مادة الفايبر دي مادة ما بتاخدش، مش بتعلى بمسافة او بتاخد معاها يعني ارتفاع او سماكة، لا دي طبقة يعني لا تتعدى الملي، مثلا ملي ونص ما بتتعداش. فالملي دي يا دوبك على قد المساحه اللي انت صنفرتها، على قد السمك اللي انت صنفرته بس وجلخته من البانيو من الاول. نسقسق كويس مره واثنين وثلاثه بحيث نزود طبقه البوليستر فوق الفايبر. تمام. طبعا مش يعني بنوه، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ويا ريت لو في اعجاب الفيديو يعني تبقى شكرا ليكم. وطبعا اللي ما اشتركش في القناة عشان يظهر لك يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. كل حاجة كل فيديو هيكون عن قصة جديدة وحكاية جديدة وحاجة مفيدة بإذن الله. خلاص احنا كده يعتبر سقسقنا وخلصنا البوليستر بالمادة الأولانية. بعد كده هنستناه ينشف شوية ويعضم، والبوليستر ده يعضم بس. وبعد كده نسيبه لمدة من 10 دقايق لربع ساعة عشان يعضم كويس البوليستر ومادة البوليستر تنشف كويس. وبعد كده
زي ما هتشوفوا ان شاء الله هنقوم بفرد طبقة تانية من البوليستر اسمها المصلب. دي طبقة معجون من البوليستر برضو، مصلب بوليستر. بنقوم بمعجنة الجزء اللي احنا عملناه كله ده بالمصلب علشان يتفاعل مع المادة الأولانية ويتصلب أكتر، زي مثلا مادة الاتنين في واحد اللي بتشتريها من أي الموان، عبارة 2 في 1. لو أي مادة اتفردت لوحديها لو خدت عمرها كلها مش هتنشف، لما بيتخلطوا على بعض ينشفوا، يتخلطوا على بعض ينشف، المادة تتفاعل مع بعض وتنشف. دي نفس النظام. المعجون اللي هيدهن من البوليستر بعد كده ده اسمه مصلب بوليستر مصلب. بيتفرد فوق البوليستر الطبقة الأولانية، وهيعمل على تصليب وصلابة الجزء ده. تمام. نسيب الفيديو، نسيب الجزئية 10 دقايق ربع ساعة، وهنرجع مع حضراتكم تاني بعد ايه ما نفرد فردة المعجون وتشوفوا مع بعض، ونشوف مع بعضينا فرد المعجون وصنفرته والوضع هيكون ايه. ورجعنا لكم تاني بعد ما حطينا مادة المصلب بوليستر المصلب. بس هو للأسف هو تنويه صغير بس. هو البانيو لونه روز فاتح، واحنا مادة المصلب لونها ابيض شفاف. فبعد ما حطينا كنا حطينا سنة اكسيد احمر عشان يدينا اللون الاحمر، اللون الوردي اللي هو الروز الفاتح. فللاسف سنة الاكسيد زادت مننا في الجزئية دي، عطتنا لون احمر غامق سنة. فاحنا بعد ما عملنا المعجون وفردناه بسكينة المعجون فوق المصلب كله فوق مادة الفايبر، بنقوم بعد كده بصنفرة الجزء ده كله، نصنفره وننعمه علشان يكون ايه ملمس ناعم. في نشيل اي زوائد، اي رطوش، اي حاجة في البانيو بننعمها ونصنفرها. وبعد ما هنصنفر وننضف خالص ونلمع خالص، هنستخدم في الحالة دي هنستخدم مادة سبراي روز فاتح. سبراي روز فاتح احنا ما كناش حابينه من الاول، بس احنا دلوقتي هنستخدمه علشان اللون اللي ظهر معانا، لون مادة المصلب اللي هي ظهرت وفتحت معانا شوية. فهنستخدم مادة الروز السبراي روز عشان يظبط معانا درجة اللون بتاعت البانيو كلها. وزي ما حضراتكم شايفين كده في النهاية خالص بعد ما رشينا السبراي، البانيو بيجي مية واحدة، بيجي لون واحد. في لمعة ممكن حضرتك تشوف تقول لي دي لمعة، لان الضوء بس بتاع الكشاف هو اللي عاكس على السبراي، لسه لامع ولسه رشينه فظاهر معانا اللون ده. وبكده اقدر اقول لك الحمد لله الموضوع تم بحمد الله. وتقدر تستخدم البانيو يعني بعديها مثلا في خلال ساعة كده بس السبراي ينشف، وتقدر تستخدم البانيو طبيعي خالص بدون اي خوف من اي تسريبات تانية او اي مشاكل تانية ان شاء الله، ومفيش اي حاجة تانية تحصل ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة نرجع نقول له معلش اشترك في القناة عشان توصلك كل حكاياتنا وكل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.